مونديال المغرب اسبانيا البرتغال 2030. اسبانيا والبرتغال على مستوى القنوات الرياضيه، عديد القنوات متوفره، تغطيه اعلاميه تعود كابتن الى سنوات وسنوات. المغرب عندها مشكل وحيد. المغرب حكينا على التطور، البنيه التحتيه، الملاعب، الترويج للحدث، هذا كله في المغرب متطور جدا. تبقى ممكن التغطيه الرياضيه. المغرب عندها قناه رياضيه وحيده وعموميه، دونك يظهر لي المغرب سيشهد ثورة على هذا المستوى كابتن، على مستوى الإعلامي، على مستوى ممكن القنوات الإعلامية التي سيتم إحداثها لتخطيط المواضيع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان في فيديو جديد. في الفيديو خونا غنشاهدوا فيه الاعلام التونسي كذا على واحد النقطة مهمة بزاف الاخوان، واللي قليل هضر عليها بالنسبة للمونديال 2030 اللي احتضنوا المغرب والبرتغال واسبانيا. نقطة مهمة الاخوان، قال لك المغرب مستعد في كل شيء، مستعد من حيث الملاعب، مستعد من ناحية البنية التحتية، الطرقان وداك الشيء، ومازال غازي يتقاد يديفلوبو كثر وكثر الاخوان، غيتحسنوا كثر من 7 سنين. ولكن يا اخوان واحد النقطة مهمة اللي ما نهضروش عليها بزاف هي القنوات الرياضيه. المغرب عنده قناه رياضيه وحده اخوان، وبصراحه راكم كتشوفوا اخوان كي دايره، راكم شايفين كي داير، راه ماشي بداك المستوى ديال انها مونديال ولا كاس افريقيا ولا شي حاجه. قناه رياضيه اخوان راه كتشوفوا التعليق كيفاش كيكون هاز على التصوير بصراحه ماشي احترافي. التعليق تا هو الاخوان ماشي احترافي. كاين بزاف ديال المعلقين الشباب الاخوان اللي يقدروا يكونوا بلاصه دوك الاخرين وما عطيهمش الفرصه، ما عندهمش الفرصه. كتلقاهم كيعلقوا من القلب ديالهم، كيحبوا الكره، كيعشقوا الكره وكيعلقوا من القلب ديالهم، كيخرجوا شي نويطات زوينين الاخوان بزاف، يعني كيمشيو مع الماتش شحال من حاجه وما عندهمش الاخوان بلايص. عطاوهم مثال بحال مثلا قالك بي ان سبور. بصراحه اخوان خاصنا حنا شي قناه تكون بحال بي ان سبور، تكون مغربيه، طريقه التصوير، الطريقه ديال التعليق، المعلقين نجيب معلقين احترافيين بالمزيان، الطريقه ديال التصوير حتى هي الاخوان شي طريقه تصوير احترافيه، المعدات تاهم يكونوا احترافيه بالماكس. حنا طبيعه الحال حنا غاديين في تقدم زوين، ولكن بغينا نقصوا هاد الخطوه كبيره، بغينا نوصلوا صافي للطوب صافي، نوصلوا حنا بحال نتقارنوا بحال الطريقه ديال التصوير داكشي اللي كيدوز في لا ليغا في البريمير ليغ، داكشي بغينا ديك الطريقه الاحترافيه ديال التصوير بغينا تكون، وبلا شي واحد يبدا يقول حق لا كلشي ممكن عند المغرب تبارك الله على فوزي القجع قادر على كلشي، وان شاء الله نتمناو هادشي اللي غادي يكون. المهم نهضروا في هاد النقطه اخوان بزاف وفصلوا فيها بزاف، ما كرهناش تكون شي قناه رياضيه بحال بي ان سبور، وهما راه داو في هاد النقطه شنو خاص يكون، شنو خاص يتزاد، شنو ما خاص يتزاد، وهضروا فصلوا فيها مزيان. المهم اخوان نشاهدوا كلنا هادشي فهمني في هاد الفيديو هذا. ما تنساوش دعمونا بواحد اللايك، اشتركوا في القناه، نشروا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، تشاهدوا الفيديو مجموعين وتلقاو في الاخر الفيديو. وين المشكل؟ شنو وين المشكل؟ وين المشكل؟ شنو ما فماش عديد القنوات، مثلا نعملوا مقارنه مع قطر بي سبورتس، شبكه عالميه مع قناه الكاس. استنى الكوب دي موند عندها كونترات دورات تي في هكا ولا هكا تفوت المغرب على المستوى المحلي يمكن للواحد من هنا 7 سنين يسمى في 23 7 سنين 2030 تو كل شيء يكمل يتبدل ولكن كأس العالم اني با تريبيوتير، معناها ماهوش كيفاش نقولوا راهين ان المغرب تكون عندها شبكه وكذا وشبكه كبيره نتاع اعلام وكذا، باسكو فما دي تيليفزيون معناها نقل عالمي هكا ولا قول لي انتم دي جورناليست معناها، وفما لي دروات تي في تاع الفيفا تبيعوا القنوات وحتى السينيال معناتها الفيفا عندها شركات تتعامل معاهم على مستوى النقل وهي تعطي السينيال. المغرب معناها كذا لكن كابتن كل ما يتعلق بالمونديال اكيد المغاربه والجماهير العربيه يحبوا يتفرجوا، يحبوا يشوفوا. مثلا نعطيك اكزومبل خاطر عشت التجربه بين سبورتس والكاس. قناه الكاس مثلا كابتن وعديد القنوات الاخرى القطريه معناها تعرف قداش فما قناه في قطر يخدموا ممكن على كل ما هو محلي في قطر. البين انترناسيونال سي اوتر شوز، ماش باغي خاطر لي دروا كاس شكون اللي عندها لي دروا عطاتها بين تعدي المباريات محدوده التغطيه مختلفه خاطر الكاس مثلا نخدموا على لي فان زون، على كل ما هو موجود في قطر في الشارع. والقطريين والخليجيين يحبذوا الفرجه في قناه الكاس اكثر من بيين، خاطر شان وطني وشان خليجي اكثر من بيين اللي هي تمشي شأن دولي اكثر وانترناسيونال. دونك نتصور انه في المغرب سيتم احداث ثوره هكا ولا شاكر على هذا المستوى، سيتم احداث ممكن قنوات لتخطيط الحدث، خاطر الحدث ماهوش مباريات بركه، تعرف شنو يتبع الاحداث المرافقه الكل. هو فينالمون كما كنا نحكيو المره اللي فاتت معناتها حتى على مستوى النقله المغربيه يظل معناتها فما ثوره كبيره برشا، 200 طياره ديجا توا فما برنامج في المغرب نتاع تي جي في معناتها باش يربط كل مدن المغرب، وهذا مهم برشا، وعادي جدا انه باش يكون معناتها القنوات والتوست
كي متعلق بالنقل التلفزي، لانه فينا كما كان يحكي لك امين كابتن، مش فقط المقابلات اللي تنقل على المباشر والحقوق اللي تشريها قنوات كما كانال وغيره وغيره، حتى على مستوى التغطيه نتاع الاحداث الجانبيه، لانه كاس عالم راهو فيه احداث ثقافيه مرافقه وفيه مع تليفون زون وفيه فرصه للترويج للمغرب. المغرب سي سور انها عطات باش تعطي زاويه وجزء من الاهتمام للجانب هذا، لانه مهم برشا على مستوى التسويق. وتحب ولا تكره كابتن، هذا راهو في مصلحه المغرب مش في مصلحه الفيفا. حاجه اخرى اضافه بالله كابتن سمحت، المغرب عنده كفاءات عديده فيما يخص ميدان الاعلام الرياضي، معناها داخل المغرب وخارج المغرب، وانت تعرفهم مليح وعندك اصدقاء خدمنا بعضنا بارك نسلم عليهم. البلد الذي اختير لتنظيم كأس العالم، تظاهرة كبيرة معناها التظاهرة الأولى في العالم، أنا أعتقد راسخا أنه قادر على كل شيء، على الإعلام. مع توا كان متأكد اللي هو قادر على كل شيء. هو عنده 7 سنوات باش يجهز نفسه وهو يعرف المغرب ويعرف اللي فما في النقص مثلا في المجال هذا وسيتفاداه لا أكثر ولا أقل. مش يعمل يمكن ما ينجمش يعمل كيما بيين، يفو دي لا فيريتي فو افوار بوكو دارجون باش تشتري أنت حقوق البث معناها تاع كأس عالم وكأس واعد وكذا وكذا، ولكن تو يلقى الحل. ولكن أنا لا أعتقد ولا ما أعتقدش أنها سيكون معناها مشكل بالنسبة للمغرب. لا مش مشكل، أما سيتم كابتن ما نعرفش أنا إحداث قنوات وسيشهد الجانب هذا التطور في المغرب. الخبر الأخير كابتن عذرا لضيق الوقت، خفير تيباس رئيس لا ليغا ترتفع جيراته السنوية بنسبة 57%. تعرف لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم زوز هياكل مختلفة، مش كيما في تونس احنا كل شيء مع بعض كابتن. ترتفع جيراته في العالم اجمع فما استقلال تام من الليغا. كان في تونس ما فهمتش علاش 5.47 مليون اورو. فما الفيكس وفما الفاريابل كابتن. انتقادات عديده لهذا القرار. 40 فريق في لا ليغا 2 ولا ليغا 1 صوتوا بنعم. ريال مدريد وفريق اخر لم يتم الاعلان على هويته صوتوا بلا. انا اللي قريته قبيله هي برشلونه ريال مدريد. لا ريال مدريد برك. لا اعطيتني الارتيكل اللي فيه برشلونه. غشيتك. شكرا لك كابتن. شكرا لك. اما بربي عاود هذه نتاع الواحد. لا نتاع التلفزيون المشدود في الواحد ما فماش منها المعدات التلفزيونيه حسب شكري الجبري. ديوان عاد ما ادري الرسمي باسم الديوانه غير موجوده المعدات. بارك الله فيك. يلا شكرا لك كابتن. شكرا لك شاكر. ميرسي ليكيب. احنا نتقابلوا شاكر كله شكرا في نفس الحقيقه. المغرب اليوم قيس وسي توفيق يمتلك كل المقومات باش ينظم كأس افريقيا من طراز عالي. هو بالعكس حتى حديث رئيس الاتحاد الافريقي كان واضح، قال احنا عطينا للمغرب تنظيم كأس افريقيا باش نعاونوها باش تاخذ تنظيم كأس العالم، باش العالم يعرف شنو عندها من امكانيات وشنو عندها ربما من ملاعب. على كل لو نعطيكم حتى الملاعب ربما اللي باش تحتضن فما 6 ملاعب يعني من طراز عالي. فما طبعا ملعب مولاي عبد الله، هذا ملعب تقريبا يهز 60,000 متفرج. فما ملعب أكادير زاد 60,000 متفرج. فما ملعب محمد الخامس 55,000 متفرج. فما ملعب مراكش 55,000 متفرج اللي باش يلعب فيه ليتوال في مباراة الإياب. ملعب فاس زاد فيها 2 ملاعب. ملعب فاس ملعب يتسع 60,000 متفرج. ملعب طنجة اللي تقع في بالقرب من حدود إسبانيا فيه 88,000 متفرج. طبعا الملاعب هذه فيها كل التقنيات، فيها كل الامكانيات مجهزه بالشروط الدوليه، شروط الفيفا والاتحاد الافريقي. قراوا حسابهم في كل شيء، حتى غرف الفار، حتى مكان التصوير، مكان الندوات الصحفيه، مكان المنصه الشرفيه، كل ما يهم الملاعب هذه بنفس التجهيزات. دونك اليوم نحكيو على بلد مرشح لتنظيم كاس العالم. فالف مبروك للاشقاء المغاربه اللي احنا زلنا نلوموا رواحنا في وقت ما كانوا يضربوا بنا المثل. كانت البنية التحتية في تونس هي رقم 1 على مستوى الدول العربية. اليوم ماناش خالطين، ممكن حتى على مستوى افريقيا، حتى على مستوى الدول الافريقية اللي ربما كرة القدم يعني مش متطورة فيها ولا عندها مشاكل. اليوم عندها ملاعب خير منا. فما دول عندها حروب وعندها ملاعب خير منا. فما ملاعب دخلت في ازمات وثورات وعندها ملاعب خير منا. احنا اليوم ما عندناش بنية تحتية، ما عندناش ملاعب. اليوم نفتقدوا لابرز واهم التجهيزات. شنو رايك سي توفيق في اختيار المغرب؟ كان منتظر بدون منازع. لا هو منتظر ومتاكد. حتى كي تسمع الخطاب نتاع رئيس الاتحاد المغربي في البرلمان معناها كان واثق من نفسه قبل الانتخابات. كان واثق من نفسه اللي قال حتى البرلمانيين قال لهم راهو البطوله الافريقيه القادمه ستكون في المغرب، وحدد حتى
الملاعب اللي مش تكون جاهزه. فهنا وين معناها الدبلوماسيه الرياضيه المغربيه خدمتها وقامت بالواجب وعرفت كيفاش تسوق للملف المغربي. باركونت الجزائريين ما سحبوش الملف في اخر لحظه، نظرا اللي عنده مشكل نتاع معناها حتى الفتره اللي مش تصير فيها الكاس افريقيا في 2025 تتزامن مع الانتخابات الرئاسيه في الجزائر قبل بشهر. فحتى الجزائر زاد عندها ملاعب جديده وعندها بنيه تحسنت برشا، ولكن كما قلت لك تزامنت والملف المغربي كان اقوى وكان زاد كيف وعندهم زاد معناها دبلوماسيه قويه جدا. وتعرف اللي معناها اللجعة فوزي معناها كان عنده نائب رئيس وعنده زاد علاقات وعنده نفوذ اللي مسيطر على الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هذا ما ينكر ولا واحد. فالملف المغربي بالامكانيات الموجوده مش يكون تمهيدا الى ما هوك تعرف تو كي الجزائر نظمت الشان ونظمت البطوله العربيه ونظمت زاد بطوله البحر المتوسط، الناس كل شكرت، ولكن والعدد كان اكثر ب 3000 و4000 معناها مشترك، مش كيما الكان اللي فيها 1500 2000. ولكن توا بالامكانيات نتاع المغرب اكيد مش يكون عندها معناها ايجابيات للمستقبل، مش في كاس العالم. اكيد المغرب مش تكون مع اسبانيا والبرتغال من المترشحين البارزين لنيل كاس العالم 2000 تعليق قيس قبل ما نعديكم الصوره تلخص كل شيء في ملعبنا. مبروك للمغرب. جمال المغرب لعلمك كوني 98 كانت اخر في الاخر هي وفرنسا تنافسوا على تنظيم كاس العالم 1998. يعني المغرب في 30 سنه الاخيره استثمروا برشا في الرياضه، استثمروا برشا في البنيه التحتيه. الملاعب اللي تحكي عليهم انا معناتها زرت زوز ولا ثلاثه ونعرفهم وتنقلت مع النجم، ملاعب من اعلى طراز على جميع المستويات. يعني حتى لي سال دو بريس، حتى لي سال دو كونفيرونس، حتى لي كونيكسيون معناتها فيبر اوبتيك، حتى معناتها ملاعب مجهزه من كل شيء. الشروط الدوليه ملاعب فيهم ثلاثه احتضنوا ديجا كاس عالم للانديه. نظمتها المغرب، نظمت يظل زوز دورات متتاليه. دونك متوقع باش تاخذ المغرب. الجزائر استثمرت في الملاعب، لكن بالنسبه للبنيه التحتيه يعني النزل وكل ما زالت ما عندهاش الحقيقه النزل اللي موجودين في المغرب. يعني مازال يلزمها تستثمر في الجانب هذا. مبروك للمغرب، مبروك علينا الكل، خاطر ما هي الا دوله شقيقه، ما هي الا دوله جوار، ما هي الا دوله تنتمي للاتحاد المغرب العربي اللي هو هذا يجمع 5 دول. ان شاء الله تونس تخلط على الركب باقي ان شاء الله باقي على باش نعديك الصوره هذه. تفضل. هاي الصوره بعثت لنا اختنا نوسه الازرق، نحب نحييها، عملت لنا حوصله للملعب. تفضل. ها هذا وين يا جماعه؟ هذا ما تنجم تنظم بهم كاس العالم. هذا ملعب المنزل. لا في ملعبنا في تونس هذا اغلب ملعب. هذا صوره من اغلب الملاعب نتاعنا. هاوك الارضيه، هاك السردوك موجود، وعندك الارضيه. شوف كيفاش وش اسمه ذاك نجموا ننظموا كاس عالم وفي حاجه اخرى. هذا شنو نجموا؟ نتصدروا المركز الاول. شيء اسف وقت اللي تشوف الصوره هذه ربما العباد يشيلونا نقول هذا واقع. هكا واقعنا، هذا واقعنا، هكا واقعنا. ما عندك معلش تكذب، هذاك واقعنا وهذاك امكانياتنا وهذيك ظروفنا وهذيك سياستنا زاد. شفنا وزير الشباب والرياضه في اجتماع البارح يعني ياكد والبلاغ اللي موجود في الصفحه انه فما متابعه للملاعب، ملعب المنزل، ملعب سوسه، ملعب رادس، وملعب زويتن، وملعب طيب المهيري. احنا ماذا بينا؟ لكن هنا هالبلاغات هذه لحد الان راهي ماهيش موجوده على الواقع. والله جمال اني تعرف ايش الحقيقه ماهيش موجوده. مازالوا يحكيوا على ملعب الزويتن اللي هو سيد الوزير قبل ما خلينا نعملوا بلاغ وقت اللي ولا خلينا ناخذوا نتيجه نهائيه. فما حد شيء زي هو افونسمون، لانه كل مره تو 2024 المنزل باش يكون حاد نوفمبر. مره اخرى يعاود يذكرني لملعب الاولمبي بسوسه فما استشاره وفما تلبع عروض في الاناره وتلبع عروض في منصه الصحفيين وغيره. الكلام هذا نسمعوا فيه طبعا نجي تلبع العروض حتى التوا لم يقع صياغه كروس شروط. دونك بربي راهو معناها ملعب يحكيو على توسعه ملعب الطيب الحقيقه ماشي تقبل الحديث هذا، يحكيو باقي على التوسعه. معناها توا ملعب الطيب المهيري في قلب مدينه صفاقس باش نتيحوا في نفس الخط بالاختناق المروري غياب المرابط معناتها للسيارات باش يزيدوا يوسعوا. معناتها نورمالمون يخرج يبعد 30 و40 كيلومتر على صفاقس مدينه ويبني ملعب جديد. قالوا مدينه في صفاقس مدينه رياضيه تكون على الاوتورود ديريكتومون وتكون ماكسيسيبل معناتها وديزاكس روتي وكل لا
باقي نحكيو على توسعه ملعب الطيب الاميري، توسعه ملعب زويت اللي هو زاد جاي في قلب العاصمه، يعني في يعني الحقيقه سي توفيق جمال شوف الكلام هذا ملينا منه. ايوه مش ما عادش اليوم يتقبل، على خاطر كي نشوفوا احنا الدول كما قلنا المغرب اليوم نموذج. تو كينيا وتنزانيا باش تنظم 2027. هذاك علاش هو جاي كان شنو تقول لي معناها؟ تنظيم كاس افريقيا 2027 باش يكون مشترك بين ثلاثه دول، كينيا اوغندا وتنزانيا. هذوما سي جمال الدول هذوما راهو ما كانش عندهم تقاليد كبيره في كره القدم، مش كان عندهم شيء جمال، كانوا من الصنف الرابع، الخبز نهزوه معاهم بالصنف الرابع. يا ولدي سنة يا جمال، كينيا وتنزانيا ما عندهمش ملاعب، يلعبوا ماتش كينيا وتلعب في الكاميرون، والماتش نتاع تنزانيا لكن باش يعملوا ملاعب توا صحيت فوالا. توا اللي بروجي الكل ماشيين من هنا ل 2027. تو تشوف الملاعب في كينيا وتشوف الملاعب في تنزانيا وتشوف الملاعب في اوغندا. خاطر علاش؟ خاطر ليزون ميزي سور لو سبور وعرفوا اللي الرياضه وكره القدم بالذات هي اللي مش توصلهم لعده اهداف اللي مسطره من الاول من الدول نتاعهم. احنا مالوريزمون نشوفوا في الاستماعات ونشوفوا في لا بون فولونتي نتاع الوزير، ولكن الافعال ما فماش، مكتفين ما فماش فلوس. داكور اوني داكور، الناس كل ما فماش فلوس ومش تلقى فلوس غدوه بعد غدوه، ولكن على الاقل يفو بوجيه حركوا كل الملفات اللي راكده. الصفيق وهذا الشيء اللي كاين اخوان في الفيديو هذا بصراحه كنتفق معهم. انا بصراحه كنتفق معهم، حيت هذه النقطه هذه بصراحه الاخوان راه مهمه بزاف. الاخوان اشنو هي التعليق؟ اشنو انا شحال مره كنكون كنتفرج في ماتش كنمشي نبعد منه بسبب التعليق، اقسم بالله الا كنمشي كنخرج من ذاك الماتش بسبب التعليق. يا التعليق كاين مرات ماشي زعما المغرب، كندير التعليق بصفه عامه. شحال من ماتش كنتفرج فيه كنخرج منه بسبب التعليق، بسبب مثلا الطريقه ديال المعلق كيفاش يهضر الكره، الطريقه كيفاش كيهضر في الماتش، الطريقه كيفاش كيكون كيهضر في الماتش وكيتلقى كيخرج. يعني بصراحه الاخوان التعليق راه شي حاجه مهمه بزاف، زائد على التصوير، زائد على شحال من حاجه الاخوان. يعني النقطه دي راه مهمه بزاف 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 الاخوان. هي اللي غتخلي بنادم يتفرج مرتاح، هي اللي غتخلي بنادم يتفرج من القنوات من العالم كامل. الاخوان راه مونديال، راه ماشي مثلا كاس افريقيا ولا راه مونديال الاخوان، العالم كله غيتفرج. حنا خاصنا قنوات اخوان رياضيه بحال بيان سبور، هما عطاهم مثال بيان سبور بصراحه كنتفق معاهم. شوف بيان سبور تبارك الله كيفاش دايره، حتى حنا خاصنا شي قناه رياضيه اللي تعرف، وهذه تكون هي النقطه ديال البدايه ديال انها تنتشر من المونديال، فهمتي؟ يعني من المونديال غدير المونديال في الوقت غتولي دير القناه مثلا الماتشات العالم كامل، النقل الرياضي ديال العالم كامل، غتولي اخوان صراحه شي حاجه ايجابيه بزاف ونقطه رابحه لينا كبيره بزاف. نتمنى اخوان تكون هذا المونديال 2030 وهي النقطه فين غيتبدا هذه اللعيبه هذه بصراحه. المهم اخوان هادشي اللي كان في الفيديو، ما تنساوش دعمونا بواحد اللايك، اشتركوا في القناه، نشوفوا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام.